بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. من قناة أكلات حلاوية في النجف راح أقدم لكم طبخات عراقية وعربية وكل أنواع الحلويات والمعجنات وبطريقة مختلفة. شلونكم؟ شخباركم؟ إن شاء الله تكونون بخير. رجعت لكم فيديو جديد ووصفة جديدة. حبيت أشارككم اليوم بطريقة هذا الطرش الطيب وكل سريع، ما ياخذ من عندنا وقت ولا مكونات. وحبيت اليوم احكي لكم قصة كلش حلوة، يا ريت تتابعون الفيديو للنهاية حتى تشوفوها وتقولوا لي شنو رأيكم بيها. وهنا انا بديت بتنظيف الخيار. لازم ارفع هاي الاجزاء من عنده، وكتبوا لي اكثر طريقة حبيتوها بالطرشي اللي انا منزلتهم. منزلة تقريبا 4 انواع، منزلة المخللة ومنزلة طرشي بدبس الرمان وطرشي بالقجرات وطرشي السريع المحشي، وهسه عندنا هذا الطرشي الخامس تقريبا. جربوهم والله بصراحة طعمهم كلش طيب. وهنا أنا راح أعطيكم كم ملاحظة كلش مهمة بالطرشي، إنه كل الأدوات اللي نستخدمهم كلهم يكونون معقمين ومغسولين بمي حار، ويعني يكون ما بيهم دهن. وهنا أنا من بعد ما نظفتهم كل زين راح أبدي أنقلهم بهذا الصحن حتى أبدي أقطع بيهم. لازم نغسل ونعقم كل الأدوات اللي راح نستخدمهم، المكان اللي نشتغل عليه، الأدوات اللي السكينة مثل الصحن، الكاسة، حتى لوح التقطيع، واقطعهم بقطعات البوتيتا مثل ما تشوفون بهذا الشكل. وهسه راح ابدي احكي لكم القصه، ويا ريت تقولوا لي شنو رايكم بها بنهايه الفيديو. هي قصتنا اليوم قصه وعبره. هناك قصة تحكي عن ابن عاق أراد أن يتخلص من أمه العجوز، فحملها على كتفه وذهب بها إلى أحد الجبال ليتركها تموت هناك. وفي طريقه مر وسط غابات والأشجار، وكانت أمه وهي على كتفه تقطع أغصان الأشجار وأوراقها وترميها في الطريق. ترك الابن أمه فوق الجبل وهم بالعودة بمفرده، ولكنه وقف حائرا فقد أدرك أنه ضل الطريق. نادته أمه في لطف وحنان وقالت له: يا بني، خوف عليك من أن تضل طريقك في عودتك. كنت أطرح الأغصان والأوراق في الطريق لتتبع آثارها في طريق عودتك وتصل بالسلامة. ارجع بالسلامة يا بني. ترققت الدموع في عين الابن العاق ورجع إلى نفسه وحمل أمه إلى البيت مكرما إياها. يا للعجب، ابنها يفكر في موتها وهي تفكر في سلامته. إنها الأم دائما بقلبها المحب العطوف. الأم كالعمر لا تتكرر مرتين. اللهم احفظ أمهاتنا الأحياء منهم وأرحم الأموات وأغفر لهن أجمعين. وهسه نرجع للطرشي مالتنا. مثل ما تشوفون هنا أنا بعد ما قطعته راح أتوقع هذول يعني راح يبقون، فتوقعت كان بمحله. وهنا أنا جبت هاي الخضروات اللي راح أضيفهم ويا الطرشي. عندي حبة فلفل وفلفل حار وكم سن من الثوم وكرفس. هسه أنا جبت محضرة الطعام وراح أبدي بإضافة الكرفس. وهنا أنا ضفت حزمة كرفس وبلهجتنا نسميها باقة. وهاي هنا مثل ما شفتوا ضفت كمية الثوم وحبة فلفل بارد. والفلفل الحار أنا ما راح أضيفه وياها حتى ما يصير عندنا كلش حار الطرشي. راح أخليه مثل ما تشوفون أنا مقطعته هيك شرائح رفيعة، وراح أضيفه ويا الطرشي ويا الخيار. وهنا أنا قطعت الفلفل البارد حتى يسهل علينا أثناء التقطيع. تشوفون مكوناته كلش سهلة وبسيطة، بس راح ينطيكم طعم يجنن. وحابة تقولوا لي شنو رأيكم بالقصة؟ يا ريت تكتبوا لي بالتعليقات إذا حابين أستمر في تنزيل قصص، حتى إن شاء الله أنزل لكم هواية قصص كلش حلوة عندي. وأنتم إذا حابين أحكي لكم قصة يا ريت تكتبوا لي بالتعليقات أو ترسلوا لي إياهم بالأنستا على الخاص بالأنستا، وأنا إن شاء الله أقرأ لكم إياهن وتدللون. وهنا أنا من بعد ما خلطت الخضروات عندي كل زين وصاروا ناعمين بهذا الشكل، ضفتهم على الخيار اللي قطعناه قطع صغيرة. وراح أضيف كمية من الفلفل الحار. بصراحة هذا الفلفل عندي كلش حار، فضفت كمية كلش قليلة. وراح أبدي أقلب بيه كل زين. من هسه بدأت أعد الريحة تبين كلش طيبة. سويته أني الصبح، وثاني يوم الصبح بدينا يعني نذوقه طعمه كلش لذيذ. يعني ليلة واحدة كلش كافي يصير عندكم تمام. وهنا أنا جبت هاي العلبة مثل ما قلت لكم، احنا لازم نعقمها ونغسلها كل زين حتى ما يتلف عندنا أو يصير بيه عفن أو طرشي. كل الأدوات اللي نستخدمهم لازم مغسولين ومعقمين كل زين. وهنا أنا بديت أضيف بقطع الخيار بهاي العلبة
اللي عندي او اللي يسموها برطمان او الشيشة، احنا بلهجتنا نسميها الشيشة. طبعا اشكركم كلش هواية على تفاعلكم بالفيديو السابق على القصة، وهواية كتبتوا لي انه القصة عجبتنا ويا ريت تستمرين بتنزيل القصص. بس حابة ارجع اقولكم مرة ثانية، اللي عنده قصة ويحب اقرا لهي يا ريت يراسلني على انستا وتدللون. وهنا الكمية اللي قطعتها كانت كلش كافية وتمام بالنسبة للعلبة اللي راح اخلي بيها او الشيشة اللي راح اخلي بيها الطرشي. وبنفس الكاسة راح اضيف صبغة اللوزينة واوراق الملح او ورد الملح، ينطعم كلش طيب. وهنا أنا راح اضيف ملح، ضفت هنا 3 ملاعق كبار. واني هنا لان مسوية كمية قليلة بديت اضيف بمكونات شوية شوية. فهنا أنا ضفت كوب من الخل وكوب من المي، كوب خل ابيض وكوب مي. واشوف يعني اذا امتلأت عندي الشيشة ما اضيف بعد، واذا احتاجينا نقدر نضاعف الكمية. فهنا من بعد ما ذوبت الملح كل زين راح اضيفه، واشوف اذا احتاجيت ارجع اكرر نفس الخطوات. يعني هم شنو الخطوات؟ عندي الملح والخل الابيض والمي، يعني ضفت ملح 5 ملاعق كبار. وهذا هنا انا ضفت نص كوب من الخل ونص كوب من المي. وانتم حسب الكمية اللي راح تستخدموها من الخيار والشيشة اللي راح تسوون بيها او تكبسون بيها الطرشي. الشيشة او البرطمان اللي عندي كلش صغير، اخذ عندي وياي 1.5 كيلو من الخيار وكوب ونص من الخل وكوب ونص من المي، 5 ملاعق من الملح. ومثل ما تشوفون غلفتهم بهذا اللايلون الغذائي كل زين حتى ما يدخلها هواء ويجهز عندنا اسرع وقت. هنا راح نطيك رجة خفيفة او مثل ما نقول تقليبه واتركه لثاني يوم. وهسه هنا انا اقولكم صباح الخير. مثل ما تشوفون هنا صار شكله ويانا ما تغير كلش، بس طعمه صار كلش طيب وبعده هيك مقرمش وماخذ الحموضة والملوحة، ويعني طعمه لذيذ ما احكي لكم. والنكهات اللي بيه كلش طيبة. صح احنا ما ضفنا شغلات هواية، بس اللي هم الثوم والكرفس والفلفل البارد وورد الملح انطى طعم كلش طيب. وتقدرون تضيفون انتم وياه شرائح الليمون او عصير الليمون مثل ما تفضلون. وهنا انا بديت اقدمه وياكم بهاي الكاسة. مثل ما تشوفون لونه صح بعده اخضر، بس هو متبلغة بيه كل الحموضة والملوحة. تقدرون يعني تخلوه اكثر وقت اطول، يعني 2 أو 3 راح يتغير وياكم اللون مالته. بس هيك جربوا طعمه كلش كلش طيب. طبعا احب اقول علينا وعليكم بألف صحة وعافية يا رب. جربوا هاي الطريقة، لا راح تندمون ولا راح تخسرون شي، لان ما تكلف عندنا ولا مكونات هواية. وهنا انا راح ازينها بالليمون. وهم اذا تعطوها عصرة ليمون للطرشي ينططعم فد شي مخيف. وها يمكن ما قلت لكم شكرا على تفاعلكم بالفيديو السابق لان كان كلش كلش حلو. واللي وصل هاي الدقيقة او ناسي ما مخلي لايك، يا ريت ما تنسون اللايك وتعليقكم الكلش حلو، اني احبه هواية وافرح من اقراهن. واللي هنا ينتهي فيديونا اليوم وياكم. اذا عجبكم الفيديو لا تنسونا من اللايك والاشتراك. دمتم في حفظ الرحمن، مع السلامة والى اللقاء.